الله وبركاته. سبحانك اللهم ربي وبحمدك، سبحانك ربي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احبائي الكرام، رب الارانب في كل مكان، يا رب دايما من نجاح لنجاح وتبقوا في افضل حال ان شاء الله رب العالمين. استفسار جاي لي على القناه او تعليق جاي لي على القناه، بيقول لي انا لحد دلوقتي الارانب عندي لسه ما عشرتش، واللي بيولد ولاده بيموتوا من اول يوم. يعني انا معلش برضو انا محتاج استفسار شويه من الاستاذ ابراهيم. هو بيقول لي الارنب عندي ما عشرتش، مش فاهم هو قصده على البقره ولا قصده الامهات، قصده على البقره وعنده امهات تانية قدام مثلا بيولدهم وكانوا شغالين قبل كده والوقت لما بيولدهم بيموتهم، ولا كله بقره وفي جزء عشروا وجزء ما عشروش. اللي ما عشروش لسه لحد دلوقتي مش راضي يعشر، واللي عشر وبيولد الامهات اللي ولدت ولادها بيموتوا من اول يوم. طيب انا هرد على حضرتك هحاول ابقى فهمت القصد حضرتك يعني، وهعمل لك فيديو مشتمل وانت حضرتك ان شاء الله على الاوضاع او على متابعه الفيديو على اللي انا هقوله، تشوف الوضع عندك والدنيا تمشي ازاي، وربنا يا رب ييسر لك الحال وييسر لنا الحال جميعا ان شاء الله. اولا البقاره، علشان احنا قلنا في فيديوهات قبل كده على القناه، البقره ما بيتكسروش ابدا قبل 5 شهور. يعني احنا اصلا لو هم عمرهم اقل من 5 شهور ما بنلقحهمش. طيب ممكن يبقى بقوا 5 شهور ونيجي نلقحهم ما يقبلوش العشر. اولا الشهرين اللي فاتوا دول او التوقيت ده اللي دايما اللي بتخرج منه من الصيف وداخل للشتاء بيبقى الخصوبه فيه بتبقى قليله شويه وعند كل الناس، وكل الناس كل الناس بتشتكي الشكوى العامه دي. يعني ده اولا ممكن يكون ده السبب. يعني ركز معاه كده علشان بس الامور توصلك. يعني واحنا خارجين من الصيف طالعين للشتاء، في اغلب الناس كانت راكنه الامهات، في اغلب الناس ما بتعشرش عليهم، الذكوره اصلا كانت شغاله معاهم طول الصيف، فبتلاقي فيه مشكله في الخصوبه دي عامه. واقول لكل الناس ممكن يكون المشكله اللي عندك هي عامه، مع ان البقره احنا بنقول ان البقره بتبقى خصوبتهم اعلى واحسن وافضل. تمام؟ يعني اغلب الناس اللي عندها بقره العشر فيهم سليم و100%، وان شاء الله بيبقى فيه ايجابيه وكل حاجه، لانهم لسه جداد ولسه يشتغلوا معاه الموسم، فالخصوبه عندهم اعلى، ما مش اشتغلوا قبل كده وركناهم ولا الكلام ده. طيب لو هم اكلم حضرتك، لو اللي انت تقصده بكار وبقوا عندك عمرهم بقى 5 شهور ولسه مش راضيين يعشرهم او في مشكله، احنا لما بنيجي نعمل احلال مثلا بنعمل مثلا 10 حتات، بنبقى ممكن فيهم في ال10 حتات حتتين مثلا اكلهم وبقى عندهم دهون، وبقى عندهم يعني ايه عزك الله زي الست السمينه. يعني الارنب بتحمل دهون والرحم اتملى دهون، ومهما تعشر فيها ما بتقبلش، واحنا بنقول عليها ده دهننت او بنقول عليها ده اسمنت، فما عدناش هنعرف، ودي اخرها بيبقى السكينه. بس لو انت عامل 10 بيبقى منهم 2. طيب انا عشان امشي معاهم وعلشان يوم ما اجي اعشرهم يعشروا معايا والامور تبقى ماشيه زي الفل، وانا بعمل البرابر عندي او انا بكمل البرابر عندي، البرابر اللي هم اللي لسه جايين جداد اللي عمر 5 شهور، لما باجي باكلهم بمعيار معين. يعني مثلا لو الام بتاكل 200 جرام انا باكل دي، ممكن اكل دي 75 جرام، ممكن اكل دي 100 جرام، ممكن اكل ديتي 150 جرام الصبح واخر النهار، يعني على حسب، يعني مرحله كده. المهم عما اجي شغاله تكون بتاكل اقصى حاجه عندي 150 جرام، يعني لما تبقى تبت ال5 شهور. فانا بطلع معاها بالتدريج وما بديلهاش علف كتير علشان ما تسمنش، وعلشان ما يبقاش على الرحم دهون او يعني والكلام ده. تيجي تبص تلاقي الام مش راضيه تعشر، وتطلع اللي انت ربيته كله تبقى خسرت ال5 شهور. فلما بتيجي تعمل برابر بتعملهم بالطريقه اللي بقول لحضرتك عليها، بتجوعهم شويه باللغه العربيه، يعني بلغه الناس اللي شغاله في الارانب بتجوعها، علشان دايما الرحم دايما تستنزف الدهون اللي فيها وما يبقاش فيها دهون. بالطريقه ديت عند ال5 شهور بنلاقي مثلا النسبه 8% بيعشروا معانا، بيبقوا كويسين جدا وبيبقوا رافعين وبيبقوا كويسين جدا. ده رقم 1 علشان حضرتك تبقى عارف ايه التاخير اللي عندك. طيب ممكن يكونوا هم كويسين جدا، بس انا عندي الذكوره مش بكاره، والذكوره دي مريحه عندي مثلا شغاله معايا الصيف كله،
فالذكر رجع ريح، فالذكر خصوبته قلت، فالذكر انا مش مهتم بيه، ما بدلوش فيتامينات، ما بدلوش ادويه، مش متابعه، ذكر وخلاص موجود في المزرعه وبيكسر وفي بذره خلاص. لا، ممكن الذكر يركن ويبقى دي المشكله اللي عند حضرتك. ولحد دلوقتي البقره او لحد دلوقتي الارانب مش راضيه تعشر. وممكن يكون عندك امهات والذكوره هلكانه مش قادره، او الذكوره ما عادش فيها خصوبه ما بتخصبش. فاولا لو عندك ذكوره شغاله الموسم اللي فات معاك، تجيب ذكوره جديده بقره لسه بحيويتهم لسه بنشاطهم، ان شاء الله يعشروا وهتلاقي الامور معاهم زي الفل. يبقى انا بقول لك واحده واحده علشان حضرتك تبقى عارف ايه السبب ان الارانب اللي عندك ما بتعشرش. طب لو هم امهات وشغالين معاك الصيف اللي فات وجايين في الفتره دي مش راضيين يعشرهم، او مش راضيين يحمرهم، او مش راضيين كذا او كذا. طيب لو مش راضيين يحمرهم او مش راضيين الكلام ده علشان انت مثلا ركنتهم، او علشان هم بقالهم فتره مريحهم علشان ما تهلكش الام، بتشغلها في الصيف على قد ان انت تبيع من وراها شويه لحم بس. طب لو انت مشغلها وتمام، الفتره ديتي منعدمه للخصوبه، الفتره دي الخصوبه فيها منعدمه شويه. ساعه ما الجو بدا يشتي اهو، ساعه ما الدنيا تبدا بقى الامور تستقر ونعرف ان ويبقى الجو خلاص بقى شتاء، هتلاقي الارانب لوحدها رفعت والامور استقرت معاك. ممكن يكون ده السبب. يبقى اول سبب ان انت لو هم بقاره جايز انت اكلتهم كتير، جايز مدهنين. طيب الامور ماشيه معاهم، بتدور في الذكوره اشتغلت معاك، ده تاني سبب ولا لا؟ لو هم امهات وشغالين معاك والمره دي مش راضيين يعشروا ومغيبين عندك، يبقى ده اصلا من الجو. كل الناس بتشتكي من الموضوع ده. خلاص احنا دخلنا في الوقت اللي الخصوبه فيها ترفع والامور هتبقى كويسه، فاصبر عليهم شويه. انا بديك كل الاسباب علشان حضرتك تبقى مركز معايا ونبقى عارفين نحل ازاي، او تعرف تحل الموضوع ده ازاي. يعني انا الفيديو ده يا جماعه انا بكلم في اخ كاتب لي ان عنده الارانب لسه ما عشرتش لحد دلوقتي، وما كان يعني ما قاليش الا كده، فما قاليش هم بقره ولا. فانا بحاول اوصل على قد ما اقدر علشان احل له القضيه يعني. فان شاء الله رب العالمين يكون سبب من الاسباب اللي قلتها لك ده لما تغير، او يكون موجود عندك او كده وتغير السبب، او تاخد بالكلام اللي بقوله، هتكون الامور مشت معاك تمشي معاك كويسه ان شاء الله والامور تظبط معاك. هو بيقول لي في الجزء الثاني من السؤال، بيقول لي ان الارانب ديتي ما بتولد من اول يوم العيال بيموتوا. انا اظن كده معلش يعني ان يكون انت دول برابر قريب، دول برابر لسه بدايه شغلهم وانت مشغلهم بدري. يعني ايه مشغلهم بدري؟ يعني عمرها 4 شهور وانت لقحت عليها، ما عندهاش خبره، الحلمات بتاعتها لسه ما فتحتش، الحلمات بتاع الثدي بتاعتها لسه مقفوله، لان لسه ما اكتملتش، فهي ومش فاهمه، وبتولد وترميهم وما بترضعش لان لسه صغيره. يعني ما عندهاش وعي، او انت ما دربتهاش، او انت ما حطيتلهاش القش من بدري شويه وفرشت لها الولاده من بدري شويه، فهي بتهجر عيالها. ممكن بقى يكون العلف برضه قليل فهي بتهجر عيالها، ممكن يكون حلمات الميه فيها مشكله فبتهجر عيالها. خلي بالك الام لاي سبب من الاسباب في عيشتها مش مرتاح معاها او مش ماشي معاها بتهجر عيالها على طول. يعني الام لو لقت الحلامه ما بتجيبلهاش ميه بتقوم هاجره عيالها، ما بترضاش ترضعها. الام لو لقت العلف قليل بتهجر عيالها. هي اهم حاجه نفسها. يعني الام، الناس اللي بتقول لك اصل الام بتاكل عيالها علشان هي يعني خايفه عليهم قوي، لا، ده الام بتتخلص منه. الارنب دي معلومه يمكن محدش كتير يعرفها، الارنب اول حاجه تهمه، او الام اول حاجه يهمها نفسها، ما يهمهاش عيالها خالص. فلما بتلاقي اي سبب من الاسباب مش مريحه بتقوم تهجر عيالها. فدور انت في الاسباب ديتي وشوفها الاسباب دي موجوده ولا لا. وحاجه تانية ان انت ممكن تكون مشغل الامهات دي لسه بدري، فعلشان كده الامهات في الغالب بيحصل فيهم مشاكل كتير، ان انت مشغلهم بالطريقه ديت ان هم لسه عمرهم صغير وشغلتهم، بيحصل عسر في الميلاده، بيحصل الاجنه بتنزل اصلا ميته، تلاقي الام ما بترضعش،
تلاقي العيال ولادها رفيعين جدا وقليلين جدا. فكل ده علشان انت شغلتها بدري، فبيبقى ده سبب من الاسباب. ان شاء الله اعمل لكم فيديو عن الموضوع ده كامل علشان الامور تبقى الناس كلها تعرف باذن الله. كمان ممكن تكون اصلا السلاله عند حضرتك مش كويس، يعني معلش انا ما اعرفش، بس ممكن تكون سلاله مش كويسه، مش ما عندهاش يعني ما هيش بترضع وحنينه وبتخلي بالها. ممكن تكون السلاله اصلا نفسها فيها العيب ده. لو الغالب كله بيعمل معاك كده وانت مشغلهم بدري، فبرضه هتشوف نفسك لو في عندك الام اللي تولد وترضع وكويسه، احتفظ بقى. الام اللي بتعمل معايا كده مره واتنين ما قعدهاش في المزرعه، عشان برضه الامور تبقى كلها تبقى معروضه على حضرتك وتبقى خدت بالك انا اقصد ايه. طب لو هم امهات عندي قبل كده وعيالها وبتهجر عيالي، لو هم عندي امهات شغالين معايا قبل كده كانوا بيرضعوا كويسين وولدوا وبدأ عيالهم من اول يوم يموتوا والامهات ما ترضعهمش او الامهات ما تخش لهمش، اعرف ان في مشكله في المكان. ممكن يكون المكان ده فيه فران، ممكن يكون العلف ده مش علف قوي، ما بيخليش الام فيها لبن. ممكن يكون علف مش مظبوط قوي، يعني ما يبقاش الام فيها لبن عشان ترضع. ممكن يكون العلف ده قيمته الغذائيه قليله، فالامهات دي هبطانه وما عندهاش القيمه الغذائيه ومش واقفه على رجليها، فعشان كده بتسيب عيالها تموت. ده انا بس بستنتج كده من سؤال حضرتك. لو في اي حاجه انا عارف ان شاء الله ان انت متابعني وهتشوف الفيديو، لو في اي حاجه علق لي تاني مفيش ادنى مشكله، رقمي هسيبه لك على الفيديو. لو في حاجه تكلمني في التليفون على طول. انا بحاول بس بقدر الامكان عشان ما حد، يعني انا بهتم جدا باي حد يعلق لي ولازم اخلي بالي وارد عليه، لان يعني كل الناس بتبقى عشانها ان الناس دي بتربي ارانب من زمان وعندها خبره، فاحنا لازم نبقى قد المسؤوليه ديتي. تحياتي للجميع، يا رب دايما تبقوا في افضل حال ان شاء الله رب العالمين. في الفيديوهات الجايه اشرح لك موضوع البقره ده علشان المعلومه توصل لكل الناس. دايما مشرفيني والله ومنوريني على قناه اخوكم محمد حسان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.